السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم نعمة سعد من بيت نعمة سعد. النهاردة هنعمل وصفة كده سهلة وبسيطة، وللناس اللي بيحبوا الفراخ هنعمل حواوشي الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة للناس اللي أول مرة يخشوا المطبخ والناس المبتدئة. وكمان الناس اللي أولادها بيحبوا وصفة الفراخ أصلا عامة. الوصفة دي حلوة قوي ومن أجمل الوصفات اللي أنا عملتها، طريقتها سهلة وبسيطة وما كنتش متخيلة إنه هيطلع بالجمال ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نسمي الله ونصلي على النبي. نص كيلو من الفراخ المفروم، عليهم 4 بصلات كبار وحبة طماطم مفرومة، ويا سلام كمان لو معاهم قرن فلفل شطة او قرن فلفل اخضر. التوابل ملح، فلفل اسود، توم باودر، كمون، كاري، ولو في توابل فراخ او 7 بهارات كمان نحط، او كمان بابريكا الموجود عندكم حطوه. هندعك هنخلط كل الخليط ده كده مع بعض زي ما انتم شايفين. كل ده هنجمعه كده مع بعض من فوق لتحت كده، ونحاول على قد ما نقدر بالراحه علشان خاطر ما يقعش من الطبق بتاعنا حاجه. كده انا بصوا دخلت بقى كل المكونات بتاعتي كده مع بعض، وهجيب بقى كده طبق وهعملهم كور علشان خاطر يبقى سهل معايا في الحشو. هجيب بقى العيش ومش هطول عليكم، فحطيت الكور دي في العيش، وكمان حطيت معاهم موتزاريلا، وحطيت في طاسه كده فيها حبه زيت او زبده اللي متوفر عندكم. الزبده كمان بيبقى طعمها تحفه جدا. لفيت كده العيش كده لفه، وبعد كده رحت لما اتشمع من الزيت رحت رجعت لفيته تاني، وافضل بقى كده اسيبه دقيقه لدقيقتين، وافضل رايحه جايه فيه اقلب فيه لحد ما يديني السوا المطلوب اللي انا عايزاه. بس يا جماعه ما نحاولش ان احنا نسيب الرغيف وننساه. هنا بصوا خلاص اهو، خلاص قرب يستوي معايا، بس لازم نتابع الرغيف. هنا خلاص اهي استوت خلاص الفراخ معايا وبقت مية مية. هنطلع بقى العيش، وعملت كل الكمية بقى انا، وديت اللي طلع معايا من الفراخ. بجد كانت تحفة جدا. الولاد عجبهم الطعم جدا وطلبوها ان انا اعملها تاني. اتمنى ان يكون الفيديو بتاعنا عجبكم ويكون فيه استفادة. ولو كنتي استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد انا هعمله ان شاء الله. ان شاء الله انتظروني كده في فيديوهات حلوة كتير، واسيبكم في رعاية الله، وما ننساش نصلي على النبي. مع السلامة.